موضوع مهم جدا على المطلقة. المطلقة إنسانة يعني زي بقية البني آدمين. ممكن تكون هي يعني الإنسان اللي اتجوزته ده معرفش هما الاتنين يتوافقوا مع بعض، فالظروف ما بينهم ما تسمحش إن هما يتوافقوا مع بعض، خلاص انتهت الحياة ما بينهم. فاعتبر مثلا الحياة والسلوكيات والأفعال والمجتمع اللي احنا فيه ده مش يبصلها على نظرة إنها مطلقة، اعتبرها إنها أختك أو حد من عيلتك يعني. هل ينفع إن حد مثلا يتكلم عليها بالشكل ده؟ لا طبعا، محدش يتكلم عليها بالشكل ده، لأن هي عدت فترة حياتها، وخدت فترة تعب ومشقة مع الزوج اللي كانت معاه لحد ما تعبت فعلا، لأنها كانت عاوزة تحافظ على بيتها. أيوة، عاوزة تحافظ على بيتها. تقولي إن هي مش كانت عاوزة تحافظ، هي كانت عاوزة تحافظ على بيتها، لكن الحياة بقت مستحيلة. بقت مستحيلة عشان خاطر مفيش تفاهم بين الاتنين، فانتهت الحياة ما بينهم. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أه بس برضك هو راحة ما بين الاتنين. فنظرة المجتمع لما بتنظر للواحدة على إنها مطلقة، يعني المجتمع ينظر لنفسه في البيت، في كل واحد عنده واحدة في بيته مطلقة، آه، أرملة، زوجها توفى. من الناحية دي برضك زوجها توفى، ايه مانع ان هي ممكن ان هي تعيش حياتها؟ يعني ايه مانع ان هي تتجوز تاني وتعيش حياتها وتشوف واحد تاني وتمارس حياتها تاني كمثل؟ عادي يا جماعة. ليه احنا نبص للمطلقة ولا الأرملة بالنظرة دي؟ خلينا نوصل لفهم بالعقل كده، إن هي إنسانة محتاجة، محتاجة رعاية، محتاجة أنس، محتاجة ونس في حياتها. فالونس والدفء والحياة مش هيجي غير بإنسان يفهمها. لو لقت الإنسان ده مش قادر يفهمها، خلاص تنتهي الحياة على كده. وده يعني مش ضروري إن تبقى طول عمرها تقعد 25 سنة يعني، مع اختلاف في ناس كتيرة، أسر كتيرة قاعدة